أنا عايش في جدة 22 سنة، جاء تعييني فأبها، شلت أوراقي وحاجاتي ورحت أبها، تحديدا في منطقة اسمها ظهران الجنوب، منطقة جبلية. رحت هناك، العادات والتقاليد تختلف. وصلت هناك لقيت مبنى كبير، دخلت المبنى لقيت ناس جالسين في مجلس لابسين ثياب، أنا لابس جينز. أرحبوا يا رجال، رجات لو أنت دخلت عليهم بجينز يخلوك عبرة. لبست ثوب ودخلت عليهم في المجلس، لقيتهم كلهم كذا لابسين ثياب. وقفوا، جيت اسلم عليهم، السلام عليكم، ما حد يرد. شفت ثقافات تختلف هنا، سلم عليهم ما حد يرد، السلام عليكم كيف حالك، ما حد. جلست فجأة كلهم بصوت واحد، ارحبوا يا رجال، ماجور والسلامة، سلامة الاسفار. انا كنت بفقع، يعني ليه ما تردون علي السلام من اول؟ تبغون تفجعوني انتوا ولا تبغون تقطعون رزقي ولا ايش؟ قام اكبر واحد فيهم قال لي عطنا علمك. ايش معنى عطنا علمك؟ عطنا علمك يعني تعطيهم من وين انت جاي وكيف الديره وكيف الطقس وكيف ليلهم طويل، يعني تعطيهم كل حاجه. قلت لهم علمي سلامتك. قال عطنا علمك. قلت له والله جيت من بيتنا، مشيت الساعه 4 وصلت عندكم في الهدى الساعه 9. مريت كافتيريا اشتريت 2 بيض واحد بيبسي. ايش تبغى بعلمي انت؟ ايش تبغى بعلمي؟ مش الاحكام. انا جاي بتوظف ولا جاي ابغى علمك؟ علمي. قال جلست بعدين كذا طلعوا فيه مفجوعين كذا. بعد ما سكتنا كذا واحنا جالسين في المجلس، واحد جاء جنبي كذا قال اذبح، قال الثاني تيس، قال الثالث الليله اذبح تيس الليله مبلا. دخلوا التيس ذبحوه وانا جالس اتفرج. علوم ثقافات. اول ليله مشيت معاهم اكلت لحم، ثاني يوم في الصباح لحم، في الظهر لحم، بالليل صرت اسد، طلعت لي انياب. كل اكلهم لحم. اذبح تيس. اصحابي في جده كانوا راكان وريان وهتان وبدر، هناك صاروا اصحابي صنيهات. كردم، هذا كردم لما يكح يطلعوا 5 يشبهوا له، معاهم ذيل. رشاش كذا سامي حرب، يعني لما ابغى امزح معاهم ما اقدر امزح معاهم. شنبات ما طفشان. جلست اول اسبوع هناك في الديره هذيك طفشان، ما اقدر اسوي شيء، مره طفشان. يعني كل ما اتكلم مع واحد يقول لي بحق. ايش بحق؟ يعني اذبح له تيس، يعني انت غلطت عليه اذبح له تيس. اول شهرين عدت علي تدرون كم ذبحت؟ 6 تيوس. كل ما قلت حاجه هناك قال اذبح تيس الليله ملا. دخلت الذبحانه جالس اتفرج. انا ما لهم فلوس، اجي